كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. بمناسبة شهر رمضان المعظم، رمضان كريم، وأتمنى أن يكون شهر سعيد على مصر كلها. أنا عايز أتكلم. أول حاجة أحب أن أنا طبعا أبعت تعزية للناس اللي يعني توفت في مذبحة الحرس الجمهوري. شيء محزن ومؤسف مع الأسف الشديد، ولكن أنا هتكلم على فكرة عن هلخص كده بسرعة علاقة الشعب بالجيش من أول ما قامت الثورة بتاعة 2011 اللي أطاحت بمبارك إلى وقتنا الحالي. في 3 حوادث مهمين قوي الجيش مع الأسف الشديد تورط فيهم. أول واحدة مسبيرو، حادث يعني كان مؤسف وفي ناس ماتت كتير فيه. بعد كده الحادث الثاني وده وصلني هنا، والصورة أو الصحف هنا كتبت قالت يوم العار في الشرق الأوسط. كان لما تم تعرية 6 البنات ملكة مصر، اللي قالت طبعا كتير جدا اتكلموا عنها، وبعد كده يعني هي نفسها ما تجريتش بالقضية ومحدش يعرف حتى شكلها ايه. الصورة كانت واضحة جدا. البنت الأميرة اتعرت. الجندي المفروض ان هو راجل يعني بيحمل شرف الجندية كان بيدوس عليها، وكانت هي مع الأسف الشديد يعني في وضع مش لطيف. مفيش حد بيتمنى ان هو يشوفه لأمه او لأخته او لأي حد. التالت بقى، ودي متورط برضو فيها الجيش، اللي حصل لسه مؤخرا مذبحة الحرس الجمهوري اللي توفى فيها حوالي 50 أو 52 إلى الوقت الحالي. اللي بيخليني بقى أذكر ال3 حوادث دول، لأن في ال3 حوادث دول عامل مشترك مهم جدا. في ناس في الحوادث ديت ال3 هم عامل مشترك في الحوادث ال3 دول. الناس دي لما تجيبها تعصرها هتنزل عصير من الخسة والندالة والسفالة والوساخة، ومش عارف يعني. هات القاموس بتاع كل الصفات البشرية القذرة وحطها في الناس ديت، هينزل العصير ده منهم. ايه دورهم بقى في الحوادث ال3 ديت اللي انا الخصه؟ بس حقيقي يعني لما الواحد يفكر في الناس ديت يقول حاجة واحدة بس. يعني افتكر بصراحة فيلم الناصر صلاح الدين، الممثل العظيم حمدي غيث وهو بيقول له ذاكر طولمات، بيقول له من أي جحيم أتيت يا رجل. في مشهد كده جميل قوي رائع في الفيلم ده، بيقول له من أي جحيم أتيت يا رجل. الناس دي أنا بحس إن أنا مثلا عايز أجيب واحد فيهم كده وأقول له من أي صندوق زبالة أتيت يا رجل، برضه بمشهد تمثيلي كده أبص له كده أقول له من أي صندوق زبالة أتيت يا رجل. أنت فعلا جاي من أي صندوق زبالة، لأن الناس دي بتجتمع فيها صفة واحدة: التبرير ان في ناس ماتت. مفيش رحمه باهاليهم، ان هم يعني ربنا يكون في عونهم. خلاص رمضان بكره والناس ديت خلاص مش هتعايد مع مش هتقعد تفطر مع اهاليها، مش هتعايد مع اهاليها. بس زي ما بقول بيجتمع بقى في ال3 حوادث ديت الناس اللي انا حكيت عنهم دلوقتي، اللي هم بيبرروا. ايه مين الناس دي بقى؟ في حادث مسبيرو طلع لك ما هم صعدوا على المدرعه وكانوا بيدهسوا الجنود، وهم اللي ضربوا الجنود الاول، عشان كده الجنود ده ردوا، وهم قتلوا جنود، وفي 2 ماتوا و3 ل4. الحقيقه غايبه، بس لازم بتطلع الناس ديت، الناس اللي بتتاجر بحياه الناس اللي بتتاجر بالارواح، عايزه تبين لي ان الارواح رخيصه. الناس اللي ماتت دي كلاب، ارواحهم رخيصه ما تساويش حاجه. فاللي في مسبيرو اندهسوا وماتوا لان هم اللي كانوا هاجموا الجيش الاول. فبالتالي المفروض ان ما تحزنش، المفروض يعني خلاص كلاب وراحوا. وطبعا شفنا طبعا الفيديوهات موجوده على يوتيوب، غضب اخواننا الأقباط بسبب الموضوع ده، لان اللي مات فيه أقباط كتير. ما افتكرش ان كان في مات فيه مسلمين ولا لا، بس هو الغالبيه العظمى تقريبا، او الله اعلم، كل اللي مات تقريبا كانوا أقباط. وطبعا الحادث الثاني بقى بتاع برنسيسة مصر اللي اتعرت واتداست، هي اللي وداها هناك. هي اصلا كانت رايحه بعبايه بكباسين مفتوحه ورمت نفسها تحت رجل الجندي وقامت معريه نفسها. يا سافل. انا بحس ان عايزه تف عليك، بس حاسس ان تفتي هتنضفك. لا، انا افضل ان اسيبك كده وسخ وتتفضح
في يوم من الايام هي راحت ورمت نفسها تحت الجندي وقامت معريه نفسها ودوسوا يلا عليا. بس طبعا هي طلعت اشرف وانضف منك لانها ما تجرتش بالقضيه وما ظهرتش في الاعلام خالص، مش زي حماده المسحول اللي راح كان من فضائيه للثانيه وعايز يعمل قرشين. الحادث الثالث بقى المؤسف اللي حصل دلوقتي برضه مع الاسف الشديد نفس النوعيه، نفس الزباله، الناس اللي القادمه من صندوق القمامه ديت، الناس اللي فعلا تسالها من اي صندوق زباله جايين. هم كانوا بيصلوا الساعه كام؟ ده الضرب حصل مش عارف الساعه 5 والصلاه الساعه 3:30. لا ما كانوش بيصلوا. هي دي قضيتك كلها. بيصلوا ما بيصلوش، بينطوا بيهاجموا، هي دي القضيه بالنسبه لك. لازم مبرر، لازم تدوري على مبرر عشان في النهايه برضه اقول طز كلاب ولا يسووا ولا دمهم يسوى اي حاجه، كلاب وماتت، ايه المشكله؟ كانوا حاملين اسلحه دور على اي مبرر. فعلا هم فجره وكفار كمان المفروض يموتوا. مربي لك دقن يا ده ربي دقنك يا راجل، وبتصلي كمان يخرب بيت اهلك. ده انت فجرت كده، ده انت بتصلي كمان واقف تصلي. لا 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 ما ينفعش الكلام ده. المفروض ان هم يدهسوهم، المفروض ان هم يقطعوا رؤوسهم لو كان ينفع. بس يلا يعني موت بسيط ظريف كده، رصاصه هنا رصاصه هناك. زي ما قريت في جريده الديلي تليجراف النهارده، واحد كان بيقول بال10 بيقعوا مره واحده كده. ما اعرفش هم ال10 دول كانوا حاملين اسلحه؟ طب ما فيش يعني، خليها كده نسبه وتناسب. 52 ماتوا، ما فيش 2 3 هناك؟ ما هو المفروض ان دول بيهاجموا يعني. لا يلا خليكم في صندوق الزباله اللي انتوا جايين منه. دوروا برضه على كل حادثه كده المبرر، وكله على حسب اهوائك واتجاهاتك. يعني حادثه ماسبيرو ناس ليها اهواء واتجاهات معينه، لا ده هم اللي نطوا على المراد اضرعه. برضه حادثه ست البنات هي اللي عرت نفسها ومش عارف ايه، برضه كل واحد على حسب اهوائه واتجاهاته. مذبحه الحرس الجمهوري ده هم اللي كانوا بينطوا، ولا ما كانوش بيصلوا، كانوا بيرقصوا، كانوا عاملين حفله. كل واحد بيدور على حاجه. بس ارحموا اهاليهم for God's sake، ارحموا اهاليهم يا ولاد الكلب، ارحموا اهاليهم وكفايه على كده. كل واحد يجيب جزمه قديمه ويحطها في بقه ويقول الله يرحمهم وخلاص. ايا كان خلاص عند ربنا هم دلوقتي، ما ينفعش بقى تحكم عليهم هم كانوا ما كانوش وتبرر وتقعد بقى تعمل لي تمثال من الجيش وتقعد تعبد فيه وتبقى كانك بالظبط زيك زي كفار قريش. ما عنديش اي كلام تاني غير ان خلاص النهارده بكره رمضان، وحبيت اسجل الفيديو ده عشان اقول في النهايه انضفوا شويه. رمضان كريم.